سلام يا حلوين، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ما في عنا لا طبخة ولا ترتيبات ولا في شي صعب أو معقد. اليوم رح أخدكم معي هيك بلفة صغيرة، تمشاية صغيرة، هيك لنعيد ترتيب أفكارنا ونعدل شوي المزاج ونشم هوا. بتعرفوا هالأيام الكل صاير عم يركض ورا الأشياء الكبيرة ليفرح، ورا البيت الجديد أو ورا السفرة الكبيرة أو ناطرين ننجز أشياء كبيرة لحتى نحس بالرضا يعني. بس مع الأسف الحياة عم تمرق من بين إيدينا ونحن ناطرين، بس مضى العمر ونحن بس عم نستنى، فعليا بس عم نستنى، ما عم نعرف نفرح أو ما عم نعرف نحس بالرضا. لحد ما اكتشفت إنه السعادة الحقيقية هي عن جد بالشغلات الصغيرة والبسيطة، يعني مثل هيك مشوار بسيط، مشوار نص ساعة من دون تفكير، من دون تخطيط، يعني هيك تمشي مع العيلة، حديث بسيط، ذكرى، أي شي هيك له علاقة بالعيلة، مع التمشاية ونسمة هوا باردة ولقمة صغيرة طيبة، شو ما كانت تكون. مو الفكرة بالتعدد والكمية الكبيرة، وإنما هو شي بسيط يبسطك ويسعدك انت وعيلتك. الحمد لله دائما وأبدا، والله يرضينا جميعا يا رب ويسعدنا بأبسط الأشياء. أطفي التانية. مو مستوى يا خط. طبعا ما بحكي لكم قديش في شجر بهالطريق. تقريبا المنطقة اللي أنا فيها، الولاية اللي أنا فيها يعني تقريبا قرية، مو مثل اسطنبول، يعني نحنا أبعد من اسطنبول، فنوعا ما فيها خضار أكتر. كل ما نمشي خطوتين شجرة تين، نمشي خطوة تانية شجرة توت، بعدين جانرك، بعدين جوز، بعدين ما بعرف شو، في كتير كتير ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وهن الأتراك بطبيعتهم كتير بيعطونا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الأتراك والدولة بشكل عام كتير بتعتني بالخضار وبالشجر، يعني الملكية خاصة ولا ملكية عامة، كل البركة ما شاء الله تنشهى فعليا. في توت قطفناه، ما كان بشجرة، كان مثل نبتة هيك بين سياج بيت. فأنا كان زوجي عم يقول إنه هي إنه ما بصير ناكلها، يعني بتسمم. بحاول أحط لكم صورتها هون، مين بيعرف عنا شي، هل هي عن جد بتسمم أو مو منيحة تتاكل؟ كتير بشوفها بالطريق وبنقطف منها أنا وابني وبناكلها. للأمانة أكتر شي بيعجبني بهالبلد هي الأضوية، أضوية البلدية، بأصغر حارة وأصغر حي الأضوية مليانة ما شاء الله. لما نكون بالبيت بين أربع حيطان، المسؤوليات والالتزامات والطلبات بتضل عم تلاحقنا، تحسوا عقلنا بضل شغال متل الماكينة ما بيهدى، غسيل جلي كوي تنظيف تفكير ببكرة. بس لما بنطلع عم نمشي ونشوف الناس الرايحة والجاية بتحسوا عقلكن بيعمل هدنة. وأنا بسمي مشوار المشي هاد عن جد إعادة ضبط مصنع للنفسية. ونحن ماشيين أنا وجوزي كنا عم نتذكر كيف كانت سعادتنا بسيطة كتير نحن وصغار لما كنا أطفال. يطير عقلنا بالأسكاية تبع ال5 ليرات، يطير عقلنا بالأشياء اللي كتير بسيطة. كانت بتذكر في لعبة هيك مثل المروحة، بحط لكم صورتها هلأ بالفيديو، نفتلها هيك بإيدينا وتطير لفوق، لكن نقضي ساعات نحن عم نلعب فيها ساعات من دون لا نمل ولا نزهق، ونشوفها إنه يعني لعبة مو متل هلا. يمكن
لأنه صرنا نقارن حياتنا بحياة غيرنا على السوشيال ميديا. بس الصراحة هالمظاهر كلها ما بتسوى لحظة واحدة نكون فيها مرتاحين البال. وأنا عم اتمشى مرقت من جنب محل وفل أو جوفر، طبعا الريحة لبر الريحة لحالها كفيلة إنه توقفني تخليني خلص بدي وفل. طبعا صراع الدايت والسعرات فورا اشتغل براسي. بعدين قلت روحي يا بنت الحلال، الحياة ركض بركض وكلها مسؤوليات ما بتخلص. اليوم النفسية خلص هيك محتاج هيك سعرات وشوكولا وقطعة حلو. لا وين النهفة انه قلت له لجوزي الصبية اللي كانت عم تعبي قبل هاي، عم تعبي الشوكولا للوفل والصوصات، كانت عم تكتر اكتر من هاي اللي هلا عملتلنا. عم قلها كترينا شوكولا حطت لنا كبجايتين شوكولا بدل الوحدة. ما عاد قدرنا ناكل، كل ما ناكل دايما نتذكر يا ريتنا ما قلنا لها. بس كنا حاطين حالنا بدنا ناكل الدنيا. عن جد فعليا دسمة 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 بس كتير كتير طيبة. بابا هذا كترف ولا فكر. بابا هيك مسكرة هون كانت صارت الساعة 11:30 المساء، مرقنا من جنب بيت اختي، بقى هيك نغرش قلبي عم اطلع اشرب عندها فنجان قهوة. قلت له لجوزي خلينا نطلع بس خفنا يكونوا نايمين. قمنا هيك اتطقصنا شوي على الشبابيك عندن، لقينا الضو شغال، قلنا يلا منجرب حظنا، اذا نايمين منفيقن هو فنجان قهوة. في اغلظ من هيك ضيوف بربكن. بس هو عن جد قعدنا نص ساعة بس وطلعنا، الحمد لله لقيناهم فايقين. مع اني كتير عم حاول اتحاشى القهوة بس ريحتها دمار دمار دمار. عم اتحاشاها لانه كتير عم تسهرني، كتير عم تقلقني، ما بعرف ليش. هون كانت اختي عم تورجيني سمكاتهم، هدول الولاد صادون من نهر رحنا عليه. والبركة ما شاء الله كبرانين التوفة. فأنا كنت عم قلها معقول يكونوا ضفادع مو سمك؟ قالت لي شو ضفادع، كان باين عليهم انه ضفادع. بس انا بعرف الضفدع هيك وهو صغير بلعوط يعني بيقولوا له بيكون شكله مثل السمكة إله ذنب. هلأ نصيحتي إلكن لليوم، لا تأجلوا سعادتكن للأشياء الكبيرة، يعني والله لسافر على القرنة الفلانية أو لجيب ولد أو لأكبر ابني أو لأي شي كان معين. ابسطوا حالكن أو دللوا حالكن بأبسط الأشياء المتاحة، كاسة كابتشينو، قطعة حلو أو مشوار صغير، أي شي متاح ابسطوا حالكن فيه وسعدوا حالكن وحسوا بقيمة اللحظة، لأنه العمر عم يمضى وعم نكبر بكل بساطة ونحن عم نستنى وننتظر. هلأ دوركن انتو تخبروني شو هي السعادة البسيطة بمنظوركن، أو تفصيل صغير بتحبوا تعملوه بغير مزاجكن كاملا. وهلأ بشوفكن بألف حب وخير وصحة إن شاء الله. لا تنسوني من اللايك والشير وتعليق حلو مثلكن ومثل قلبكن، وكل جديد معنا بالفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. سلام.